تخيل معايا كده انك صاحي الصبح وفاتح الفيسبوك ولقيت خبر غريب بيقول قطة اكلت صاحبها بعد وفاته، ولايكات كتير وشير كتير وكومنتات كتير ويا رب وعدنا باللايكات يعني اشترك بقى في القناة، صلوا على النبي وخش في الفيديو على طول. اول رد فعل طبيعي هيكون يا عم بطل هبل، ده اكيد عايز ريتش، يا عم دي قطة قطة تعرفنا ليه؟ لكن استنى ثانية، لو قلت لك ان الموضوع ده حصل فعلا وان في تقارير حقيقية اتكتبت عنه وان العلماء والاطباء الشرعيون درسوا حالات من دي، ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ بل الاغرب ان بطل قصتنا النهارده هو حمادة. تقول لي حمادة؟ هقول لك حمادة بنفسه. حمادة اللي بيشتري التوتة اكل اغلى من اكله هو شخصيا، حمادة اللي بيصور قطته اكتر ما بيتصور هو نفسه، حمادة اللي لو قطته عطست بيجري بها للدكتور. لكن السؤال المرعب هو لو حمادة مات فجأة لا قدر الله وهو لوحده في البيت، هل قطته هتفضل وفية ليه ولا ممكن يحصل حاجة محدش يتوقعها؟ النهاردة هنعرف حقيقة حمادة، هنعرف الحقيقة الكاملة وحذاري ثم حذاري، لان اخر الفيديو ممكن يخليك تبص للقطة بتاعتك بشكل مختلف. حمادة وقطته لولو مش عارف اشمعنى لولو بس خلينا نقول لولو. حمادة شاب طبيعي جدا والله العظيم يا جماعة، بيصحى الصبح بيشرب الشاي ويقول للناس انه راجل جامد جدا، لكن اول لما لولو القطة بتاعته تبصله بصة زعل يجيب لها تونة مستوردة. لولو بالنسبة لحمادة مش مجرد قطة، دي بنت العيلة، بنته اللي مخلفهاش حرفيا، عندها سرير، عندها ألعاب، عندها أكل مخصوص، ويمكن مرتبها الشهري أعلى من مرتب بعض الموظفين. ممكن ابعت حد يجيب لي سجاير. وكأن حمادة مقتنع بحاجة واحدة، إن لولو بتحبه، دي لولو بتحبني. والحقيقة غالبا هي فعلا بتحبه، لأن القطط بتتعرف على أصحابها وبتميز أصواتهم وبتعرف مواعيد رجوعهم، وفي قطط بتستنى أصحابها عند الباب كل يوم. لكن هنا بيظهر سؤال مهم جدا، هل الحب ده بين القطة وصاحبها شبه الحب اللي احنا نفهمه ولا احنا بس اللي متخيلين كده؟ وده السؤال اللي خلى العلماء يدرسوا سلوك القطط بشكل أعمق، خصوصا قطة لولو، قطة حمادة. بعد ما بدأت تظهر تقارير غريبة في أماكن مختلفة حول العالم، تقارير كانت بتبدأ بنفس الطريقة، شخص عايش لوحده عنده قطة بس مش لولو وفجأة يختفي، ولما الناس تكتشف اللي حصل يكون في لغز غريب مستنيهم. لكن قبل ما نوصل للغز ده اللي انت مستنيه أصلا لازم نعرف حاجة أهم، هل القطط أصلا بتفهم الموت؟ كخ يا بابا كخ. تعالى نفترض إن حمادة قرر ياخد أجازة من البشر كلهم وقعد في البيت لوحده هو ولولو، مفيش خروج، مفيش زيارات، مفيش حد بيخبط عليه، وفجأة يحصل حاجة مفاجأة ويقع في الأرض حمادة ولولو تبصله، الدراي فود فين يا حمادة؟ وحمادة في الأول عمال ماسك قلبه وعمال يتفرق الحياة، والقطة لولو فين يا حمادة الدراي فود؟ وفي الأول هتقرب وهتشم وهتلحسه، تقول له قوم يا حمادة قوم ولع الهدوم، هتخبط فيه بدراعها الصغيرة، هتخبط فيه بإيديها الصغيرة، يمكن حتى هتتمشى حواليه، ما بتلعب بقى، ما تعرفش اللي حمادة فطس، لأن بالنسبة لها في حاجة غريبة حصلت. لكن هل هي عارفة إن حمادة مات؟ أو بمعنى أصح عارفة إن حمادة مش هيقوم تاني؟ بسلم لي على المكسيك، الله يرحمك اخويا. هنا العلماء محتارين، لأن القطط بتلاحظ الغياب وبتلاحظ التغير، لكن محدش متأكد إذا كانت بتفهم مفهوم الموت زي البشر ولا لأ. لو مات حيوان صاحب القطة كانت القطة تفضل تدور عليه أيام كأنها مستنية يرجع، لكن المشكلة إن الوقت بيعدي والساعات بتتحول لأيام وحمادة لسه على الأرض، يا حمادة قوم، يا حمادة قوم أنا جعت. ولولو بدأت تواجه مشكلة أكبر بكتير من موت حمادة، وهي مشكلة اسمها الجوع، أنا جعانة. دلوقتي حمادة وقع في الأرض الله يرحمه، ولولو القطة قاعدة جنبه، وأول كام ساعة مفيش حاجة غريبة حصلت، لكن بعد يوم، بعد يومين، بعد 3 الوضع بدأ يتغير. وهنا لازم نقف ثانية ونقول حاجة مهمة، احنا دلوقتي بنتكلم عن حالات نادرة جدا، يعني مش أي قطة في الدنيا هتعمل كده، لكن بعد اللي حصل بعد القضايا
الحقيقة كان كفاية انه يخلي الباحثين يدرسوا سنين. في احدى القضايا الجيران افتكروا ان الراجل مسافر، عدى اسبوع تقريبا، ولما الشرطة دخلت الشقة اكتشف ان صاحب البيت متوفي من ايام. لكن كانت في حاجة تانية لفتت انتباههم، القطة كانت لسه عايشة، وده معناه انها كانت بتاكل منين. ايه تقول الدم ده والرخامه دي يا اخي؟ عارف الحشري؟ هو ده الحشري يقول لك حاطط مناخيره في كل حاجه. السؤال ده هو اللي بدأ يفتح باب التحقيق كله، وساعتها الصحف بدأت تكتب عناوين مرعبة، والناس بدأت تخترع قصص أغرب من الأفلام. واحد يقول لك القطط أصلا كائنات شريرة، واحد يقول لك القطط طول عمرها مستنية اللحظة دي، واحد تالت يقول لك على فكرة أنا من زمان مش مرتاح للقطط دي أصلا. أما حمادة لو كان قاعد معانا دلوقتي كان هيقول أنا كنت حاسس من لولو من أول يوم كانت بتبصلي بصات مش مريحة. اللولو دي حمادة اللي انت كنت بتجيب لها دراي فود ب20,000 مليون جنيه؟ ايوه. لكن الحقيقة العلمية كانت مختلفة تماما. مش عايز انا هنا. لان الباحثين اكتشفوا ان الموضوع اعقد بكتير مما الناس بتتكلم. انتوا بتتكلموا في ايه؟ في عامل واحد بيغير كل حاجة، عامل اسمه الجوع. تخيل نفسك يا حمادة حمادة ميت، تخيل نفسك انت كمشاهد صحيت الصبح فتحت التلاجة لقيتها فاضية، قلت ماشي هطلب اكل، لقيت النت فاصل، قلت ماشي هنزل اجيب حاجة، افتكرت انك محبوس. بعد يوم، يومين، 3 هتبدأ تفكر تاكل دراعك لا بهزر هتبدأ تفكر في حاجة عمرك ما فكرت فيها. وده بالظبط اللي بيحصل مع الحيوانات، لان الحيوان مش بيفكر بالطريقة اللي احنا بنفكر بيها، هو عنده حاجة اسمها غريزة البقاء، ودي اقوى حاجة موجودة عند اي كائن حي. الجوع الشديد بيغير السلوك، وبيخلي الحيوان يدور على أي مصدر غذاء متاح، وأي مصدر يعني أي مصدر. لكن هنا ظهرت مفاجأة كبيرة. الباحثين لاحظوا إن مش كل القطط بتتصرف بنفس الطريقة. في قطط فضلت أيام طويلة جدا من غير ما تعمل أي حاجة، وفي قطط تانية تصرفت بشكل مختلف. وده خلى العلماء يسألوا إيه اللي بيحدد رد فعل القطط؟ هل شخصيتها؟ هل سنها؟ هل درجة الجوع بتاعتها؟ ولا في سبب تاني محدش واخد باله منه؟ هو حضرتك جابة انقاذ ولا نادمون؟ والإجابة بدأت تظهر لما العلماء قارنوا بين القطط والكلاب، والمفاجأة إن النتيجة كانت عكس اللي الناس كتير متوقعة. الكلاب دخلت على الخط، وسع يا البابا جه أنا جاي أحط على القطط دي كلها. معظم الناس دلوقتي متخيلة إن الكلاب هتطلع بريئة، صح؟ يعني لو سألت حمادة مثلا مين أوفى يا حمادة؟ الكلب ولا لولو؟ هيقول لك الكلب طبعا. يا حماده واللولو اللي انت جايب لها اكل يا حماده مليار الف جنيه. لكن اما الباحثين هيقول لك لا يا عم الكلب، يا عم احنا متربيين ان الكلب وفي. لكن لما الباحثين راجعوا التقارير لقوا ان في حالات موثقه لكلاب عملت نفس الحاجه دي، بل ان بعض الدراسات اشارت ان الموضوع مش متعلق بنوع الحيوان قد ما هو متعلق بالظروف. وده كان صادم جدا للناس، بالاخص لحمادة. كانوا متوقعين ان الوفاء يمنع اي تصرف زي ده، لكن غريزة البقاء كان ليها رأي تاني. وساعتها بدأ السؤال يتغير، بدل ما الناس تسأل القطط ولا الكلاب بدأوا يسألوا ازاي اصلا حيوان يوصل للمرحلة دي. والإجابة كانت أغرب مما تتخيل أيها المشاهد، لأن العلماء اكتشفوا أن بعض الحيوانات بتتصرف في البداية بطريقة تدل على القلق والحيرة قبل ما يبدأ الجوع يفرض نفسه. دلوقتي يا حمادة احنا عرفنا ان في حالات نادرة حصلت فعلا، وعرفنا ان الجوع ممكن يغير سلوك اي حيوان. لكن لسه في سؤال انا عاوز اعرفه، ليه في بعض التقارير كان في نمط متكرر؟ يعني ايه نمط متكرر؟ هقول لك بس اصبر عليا. ليه الاطباء الشرعيون كانوا بيلاحظوا حاجات شبه بعض؟ هقول لك بس استنى شوية. ده هي تلعن اليوم الاسود اللي شفناك فيه. في البداية افتكروا انها مجرد صدفة، لكن مع مرور السنين ومع زيادة عدد الحالات بدأوا يلاحظوا ان في اماكن معينة في الجسم، وساعتها الناس بدأت تطلع نظريات مرعبة. واحد يقول لك القطة بتختار، واحد يقول لك القطة بتفكر، واحد يقول لك القطة بتخطط. انت بتهزر يا ابني. واما حمادة بقى فكان بيقول انا كنت عارف ان لولو بتستنى الفرصة. يا حمادة انت والله كذاب يا حماد، زمان وانت صغير في اول الفيديو كنت تعمل البحر طحينة للقطة، ولا انت انا عشان مت يا حمادة؟ ايه تقول
الدم ده؟ لكن الحقيقة هنا ان ولا واحد من النظريات دي صح، ولا حتى حمادة. هقول لك ولا حتى حمادة يا عم، ده حمادة ده ميت. لان العلماء اكتشفوا ان الموضوع له علاقة بحاجة ابسط بكتير، سهولة الوصول بس مش اكتر. مفيش مؤامرة، مفيش ذكاء شيطاني، مفيش خطة سرية من القطط للسيطرة على البشرية. رغم ان حمادة لسه مقتنع ان لولو عندها مشروع انقلاب شخصي، لكن المفاجأة الحقيقية كانت في حاجة تانية خالص. لما الباحثين درسوا ردود فعل القطط قبل الجوع الشديد، لقوا سلوك غريب جدا. هل القطط بتحزن فعلا؟ تعال نرجع شوية لورا، قبل ما الجوع يبدأ وقبل الكلام ده وقبل اي حاجة غريبة تحصل. ايه اللي بيحصل للقطة اصلا؟ في حالات كتير جدا القطط كانت بتفضل قاعدة جنب صاحبها ساعات طويلة واحيانا ايام. بعضها كان بينام قريب منه والبعض كان بيلف حوالينه باستمرار. وده خلى بعض الباحثين يقولوا ان القطط ممكن تحس بفقدان اصحابها بشكل اكبر مما الناس متخيل. لكن المشكلة هنا ان القطة مش هتفضل كده للابد. الجسم له حدود والجوع له حدود، وغريزة البقاء في النهاية بتبدأ تتدخل. وده السبب اللي مخلي العلماء يحذروا من تفسير الحالات دي على انها خيانة، لان الحيوان اصلا مش بيفكر بالمفهوم ده. لكن لو الموضوع مش خيانة يبقى ايه؟ الحقيقة حمادة انت لو لسه معايا فانا هقولك ان احنا البشر ساعات بننسى ان الحيوانات مهما كانت أليفة فهي في النهاية حيوانات عندها غرائز وعندها احتياجات وعندها حدود. القطة ممكن تحب صاحبها بطريقة مرعبة، ممكن تحب صاحبها بطريقتها المعينة، ممكن تتعلق بيه وممكن تستناه عند الباب وممكن تنام جنبه كل يوم. لكن لو اتحطت في موقف مستحيل، موقف ما فيهوش اكل ولا ميه ولا نجدة لايام طويلة، فغريزة البقاء بتبدأ تفرض نفسها عليها. وده مش حاجة خاصة بالقطط ولا خاصة بالكلاب ولا خاصة بالحيوانات بس، ده قانون موجود في الطبيعة كلها، البقاء اولا. وعشان كده لما العلماء درسوا الحالات دي وصلوا لنفس النتيجة تقريبا، ان السبب الاساسي مش الكراهية ولا العدوان ولا ان الحيوان كان مستني اللحظة دي. السبب الاساسي غالبا كان الجوع الشديد والعزلة. لكن هنا يظهر السؤال اخير وسؤال مهم جدا، لو ده كله صح ليه القصص دي بتخوف الناس للدرجة دي؟ ليه بنخاف من الفكرة دي؟ لانها بتكسر الصورة اللي احنا رسمينها في دماغنا. احنا بنحب نفكر ان الحيوانات الاليفة مختلفة عن اي حيوان تاني، وانها فوق الغرائز، ان الحب لوحده كفاية. لكن الطبيعة مش شغالة بالطريقة دي، وده اللي يخلي القصص دي صادمة لبعض الناس. مش لانها بتحصل كتير، بالعكس هي نادرة جدا، لكن لانها بتفكرنا ان الطبيعة لها قوانين خاصة حتى لو احنا مش بنحب القوانين دي. اما حمادة فده قصته معايا قصة. فبعد ما سمع الكلام ده حمادة لو كان لسه عايش فهو بص لولو ولولو بصت له، وساعتها حمادة قال بص يا لولو انا بحبك جدا. ولولو ردت عليه بطريقتها المعتادة، بصت له ثانيتين ومشيت. سابته يعني يفكر لوحده. في النهاية هل القطط ممكن تاكل اصحابها بعد الوفاة؟ الاجابة العلمية هي ايوه، حصلت حالات نادرة وموثقة فعلا، لكن ده بيحصل في ظروف استثنائية جدا مرتبطة بالجوع والعزلة وغريزة البقاء، مش لان القطط شريرة او بتكره اصحابها. والسؤال ده ليك، لو عندك قطة في البيت هل هتبص ليها بنفس الطريقة بعد ما خلصت الفيديو؟ اكتب لي رأيك في الكومنت، ومعلش لو عملت خلاف بينك وبين القطة بتاعتك. وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.